اهلا وسهلا بكم معايا في مطبخي مطبخ منى سامي في منتديات ورد للفنون. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض ستانسل على الكيك. وهنقدم بيه طرق جميله وشكلها حلو وبامكانيات بسيطه وطريقه سهله جدا. اتفضلوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدا مع بعض نزين الكيكه بس بطريقه ستانسل. هو هختار لكم النهارده طريقه بسيطه جدا وهتدي نتيجه حلوه قوي. انا عملت الكيك وكسيته بالفondant الاسود. هو الفondant ده اللي موجود عندي، بس ممكن تستخدموا اي لون، النبيتي، الاخضر، الازرق، اي لون عشان بس يوضح اللي فوقيه الستانسل اللي عليه. اوكي، طيب انا دلوقتي الادوات اللي انا هحتاجها ورق ستانسل ممكن اشتريه من المكتبات او ممكن اعمله انا. يعني ممكن اختار اجيب الورق اللي هو بتاع الاكلاسير واختار رسمه من على النت واشفها وابدا افرغها. بس انا طبعا استسهلت دي وفي نفس الوقت يعني ب5 جنيه مش غاليه. اوكي، هحتاج طبق فيه زيت ذره نوع كويس. هحتاج فرشه تكون مقاسها صغير عشان تديني تملالي المساحات اللي انا عايزاها سواء رفيعه او كبيره. فهحتاج فرشه. هحتاج لون بودر فضي او ذهبي. انا عندي فضي. انا بس بقرب لكم الفكره، وممكن بقى طبعا انتوا تبداوا بعد كده تختاروا الالوان اللي انتوا عايزينها. اوكي، فانا اول حاجه همسك الستانسل اللي انا اخترته الورده وهحطها على الكيك بالشكل ده وهلون. بس الاول عشان تثبت معايا انا هضغط ضغطه عليها بسيطه. ضغطه بسيطه بس بحيث انها ايه تمسك في الفondant شويه. وطبعا هثبتها برضو بايديا، لكن ما اقدرش احط اي حاجه سوليتيب او اي حاجه عشان طبعا الفondant ده بيتاكل. اوكي، هبدا اخد الزيت جنبي، هاخد بصباعي او بفرشه تانية غير اللي انا هدهن بيها وابدا احط في الفراغات. انا بختار حاجه بسيطه جدا، فكره بسيطه. الزيت ده هيسهل على البودر انها تمسك على الفondant، وفي نفس الوقت زيت طعام. بس مش هملى كتير، يا دوب حاجه بسيطه بحيث انها تمسك. هبدا املى الفراغات كلها. مش هحط كتير طبعا عشان ما تبقاش مزيته قوي. هاخد املى الرسمه كلها. ممكن اختار بقى الرسمه اللي تعجبني اشفها من النت تكون بسيطه جدا وافرغها بالكتر وابدا اعملها على التورته. كده انا عملت الزيت. اوكي، هاخد البودر الجليتر وابدا امشي واحده واحده. مش هحاول اتقل قوي عشان الباقي ده كله ممكن يطير على بقيه الفondant. انا عايزه بس اللي يكون بارز ومرسوم هو اللي انا محدداه. اوكي، انا خلصت الشكل ده. هبدا انقل على الشكل التاني. يا ترى واضح؟ طبعا احنا لو هنشتغل بالذهبي والفضي يبقى لازم نختار تحت سطح غامق. مش هنختار ابيض طبعا، هيكون فondant لونه غامق يعني اسود
او نبيتي. نبيتي مع الذهبي هيكون جميل جدا، والازرق برضو، والموف مع الفضي هيكون حلو قوي. وممكن برضو نخلط، نعمل جزئية فضي وجزئية ذهبي. يعني ممكن نعمل وردة صغيرة ذهبي، وردة فضي، ويكون زي صحبة ورد حلوة، وفي نفس الوقت في الاخر بتدي شكل جميل جدا كأنها مرسومة، طبعا للناس اللي مش بتعرف ترسم زي حالاتي. اوكي، هنمشي بالطريقة دي. احنا ممكن نعمل الزيت وحدة وحدة عشان ما يلحقش ينشف، بس انا هنا عملته كله مرة واحدة. انا خلصت كده الوردة، بعمل لها الساق. اوكي، هبدأ برضه هعمل الشكل التاني اللي جنبيها. الطريقة دي بسيطة جدا وسهلة للناس اللي هي لسه مبتدئة وبتقول مش عارفة اعمل فيجر، مش عارفة اعمل اشكال. دي سهلة جدا، تدي شياكة جدا، وهوريكم هنكملها ازاي. يعني هوريكم هنكمل زينتها ازاي، وهتبقى حلوة جدا زي اشيك فستان سواريه. خلاص انا كده خلصت كل المجموعة زي ما هو ظاهر عندكم الطريقة دي. اوكي، طيب ماشي. انا دلوقتي جت اسعد لحظة في حياتي لما اشيل الورقة. نقول بسم الله. كده شلنا الورقة، هناخد فرشة تانية وهبدأ انضف كل اللي حواليها. اوكي، ده كده شكلها، وهنشوف هنعمل ايه تاني. ودلوقتي هنعمل الخطوة التانية. معلش انا اسفة، الفلاش كان ضارب او الكشاف كان ضارب في التورته، ما كانش باينه، بس انا كملتها زي ما انتم شايفين كده. ودلوقتي عملت رويال ايسنج، وهبتدي اعمل لها نقط صغيره وبسيطه. خلي بالكم الرويال ايسنج ده لو قعد بينشف على طول، فلازم على طول بكون معاه. هعمل نقط يبان انها كأنها فصوص، محددة الرسمة بالشكل ده. الرويال ايسنج بيتعمل نص كيلو سكر بودرة، وبنضربه مع بياض 2 بيضة، ومعاهم ليمونتين معصورين متصفيين. اوكي، دي طريقة امال مزريح حبيبة قلبي طبعا. فانا هعملها كأنها فصوص متزين بيها الرسم.
على مسافات يعني الى حد ما تكون متساوية، لكن طبعا الايد عمرها ما هتعمل حاجة متساوية. هو وارد طبعا ان هو الكيس يتقطع زي ما حصل دلوقتي، لكن مفيش مشكلة، هنكمل برضو. بالطريقة دي ممكن اضيف انا من عندي شوية نقط. اوكي، دي ما كانتش ظاهرة اللي انا عملتها كده اهو بالظبط. اوكي، طريقة بسيطة جدا. حطيتها في عملت قرطاس من الورق اللي هو الزبدة، وحطيت فيها شوية، وطبعا الفتحة تكون صغيرة جدا. ده طبعا برضو بإمكانيات بسيطة للي ما عندوش القمع. طبعا مفيش حد يقول لي انا ما عنديش القمع مش هعمل. اوكي كده ادي شكل تاني عملناه. نعمل كمان الورقة دي. اوكي، طريقة بسيطة وسهلة. دي هنعملها من حافة واحدة. انا عايزة اقف بحيث ان الكاميرا تجيب الشغل. انا ما كنتش عايزة اخففه قوي عشان ما يسيحش ويديني نفس شكل الفص، كأنه فص كريستال او لولي، طبعا لان ده لولي، كأنه فص كده باين. هحاول اجيب دي كده عندي عشان اعملها. ممكن اي حد بقى ياخد الفكرة ويبدع فيها. كده طبعا لو هو بالبيلة طبعا رفيعة جدا هيبقى احسن، لكن انا بصراحة ما عنديش الرفيعة قوي دي، عندي اتخن شوية منها، وانا عايزاها تكون رفيعة قوي كده. خلاص هي فاضل حاجة بسيطة ونقول لها شكرا. نيجي في ايه؟
رجعت لكم تاني مع الشكل اللي انا كنت بزينه. انا كملته بالمنظر ده. ده شكل بسيط جدا، اتعمل بخامات بسيطة وامكانيات بسيطة برضو، وبرضو لسه هوريكم ازاي هنكمل. فنخلي ده على جنب شوية وناخد طريقة تانية. ناخد طريقة تانية للستنسل. الطريقة ممكن نزين بيها التورتة بتاعتنا بشكل جميل. انا عندي هنا وردة تانية شكل تاني، وهعملها بطريقة تانية. هظبطها كويس قوي على المكان. وده الرويال ايسنج اللي انا عملته، لان قلت لكم طريقته طريقة امال مزريح حبيبتي. ماشي، انا هاخد منه وابتدي املى المكان ده. اوكي، كل الفراغات هملاها. وفي قلب هنا كمان هملاه. الرويال ايسنج ده بيدي نتيجة حلوة قوي، بس لو يتعمل مظبوط. اهم حاجة يكون الخلاط مفيهوش نقطة مية، ونعصر الليمون ونصفيه. بعد ما عملت كده هاجي بالقطر ده وهشيل كل زيادات. هشيل كل زيادات. طبعا انا لو كده هعمل مليون تورته، بس انا فكرت ان انا احط الفondant واشرح لكم عليه. انا مش عايزه طبعا اخليها طبقه بسيطه، لا اشبعها خالص عشان تطلع بشكل حلو، بس ما يجيش على المكان اللي فاضي. اوكي ماشي، هنقول بسم الله وهنعجي كده ونشوف ايه اللي هيحصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل ده طبعا الورق ده بيتغسل وبيتشال تاني. خدنا الشكل ده، طبعا كل الحاجات دي كلها بتتدارى وهتتشال خلاص. ممكن يتعمل كده ونزينه برضو بنقط من الرويال ايسنج على الحروف. ممكن يتساب زي ما هو مع شوية جليتر من اللي احنا استخدمناها قبل كده، بس طريقة ايه الرش كده اديها شكل حلو. وممكن ازين الون الرويال ايسنج اخضر، وابتدي اعمل الفروع دي خضرة، مع لو هو اللون ابيض اللي تحت ممكن احط له اي لون من فوق مع الرويال ايسنج، هيكون جميل جدا. دي كده ده ابتكار، وبنشوف انتوا هتبتكروا وتعملوا ايه. بالشكل ده. وممكن نعمل لو هي تورته هنعمل شريطه بيضه وبرضو هنزينها. ده شكل تاني مع التورته اللي احنا شفناها. كل دي هتلاقوها في مطبخي، او كل ده هتلاقوه في مطبخي مطبخ منى سامي في منتديات ورد للفنون. انتظروني في طريقه تانية برضو فن تزيين الكيك هيضاف ل الكورسات اللي احنا بنعملها في منتديات ورد للفنون، كورس تزيين الكيك. انتظروني.